من اول لما طور الانسان لغه وطريقه تواصل واحنا اتولدت عندنا القصص. شفنا الفراعنه بيحكوا حكاياتهم وتاريخهم على جدران المعابد، وسمعنا قصص الانبياء اللي خدنا منها العظه والحكمه والايمان بمعجزات ربنا. فالقصص هي طريقه من الطرق اللي بنعبر بيها عن نفسنا وبنفهم بيها العالم. من اول ما الانسان ابتدى يحكي عن النار لحد ما وصلنا دلوقتي للمسلسلات والروايات والافلام. فالقصص بتخلينا نعيش مشاعر وخبرات ناس تانية ونحس بتجاربهم حتى لو احنا ما عشناش التجارب دي بنفسنا، وده بيخلينا احنا كبشر نفهم بعض اكتر ونقرب من بعض أكتر. القصص بتدينا فرصة نهرب من الواقع للخيال ونعيش مشاعر ومغامرات ونكتشف عوالم جديدة، وده في حد ذاته مهم جدا علشان نقدر نواجه ضغوطات الحياة. باختصار القصص مش بس بتسلينا، دي حاجة أساسية لوجودنا كبشر، لأنها ببساطة بتربطنا ببعض وبتخلينا نفهم نفسنا ونكبر ونتطور أكتر وأكتر. فالنهاردة معانا فيلم قصته عبارة عن شوية قصص جوا بعض، فتعالوا نحسبها ونشوف ليه فيلم 3000 Year of Longing فيلم من الأفلام المميزة جدا. فيلم 3000 Years of Longing هو مش مجرد فيلم خيال علمي عن السحر والجن والعفاريت، هو فيلم بيتكلم على القصة نفسها، عن قوة السرد وأهمية الحكي وأهمية الحدوتة في حياتنا كبشر. المخرج جورج ميلر هنا بينقلنا لعالم جديد ولون جديد مختلف عن اللي بيقدمه لنا زي ما قدم لنا فيلم ماد ماكس، وبينقلنا لعالم أشبه بالحلم مش زي الخيال العلمي اللي احنا متعودين عليه. من أول مشهد في الفيلم هتحس إن أنت دخلت جوه دماغ بطلتنا النهارده إليثيا. هنشوف الكادرات الواسعة اللي بتعبر عن الفراغ والوحدة اللي جوه إليثيا، والألوان الفقعة الساتيريتد اللي بتحسسك ان كل حاجه حواليها مش واقعيه، اكنها بتهرب جوه خيال. وجورج ميلر بيستغل النقطه دي اخراجيا بشكل عبقري، وتحس ان في تباعد وفراغ ما بين إليثيا وما بين العالم الحقيقي اللي هي عايشه فيه. معظم الوقت محطوطه في نص الكادر وحواليها فراغ كبير، وتحس ان هي دايما لوحدها بصريا حتى لو الناس حواليها. ولما بيظهر الجني هنا بيتغير كل حاجه. فميلر ما قدمش الجني بالشكل الكليشيه اللي احنا متعودين عليه في الحكايات العربيه، هو قدمه ككيان حكاء عنده قصص. فالمهم ان القصص هنا مش مجرد حبكات دراميه عشان تحلي الفيلم، دي بتفتح لك دماغ الجني ده وبتفهم منها ازاي شخصيته متركبه، وبنشوف ازاي المونتاج بيتحول لقصص جوه القصص. كل قصه ليها اسلوبها الاخراجي المختلف عن القصه اللي قبلها. فمثلا لما بيحكي عن الملكه شيبه بنشوف الازياء المبهره المستوحاه من الفن الشرقي القديم، مع حركه كاميرا ناعمه كانك في الف ليله وليله حرفيا. وواحده من اجمل التفاصيل اللي قدمها ميلر اخراجيا انه خلى كل القصص تشبه الحلم، والحدود ما بين الخيال والواقع دايما ضبابيه. والاضاءه طبعا لعبت دور مهم، وكل لما الحكايه بتتعمق اكتر الاضاءه بتبقى متشبعه وبتبقى دافيه اكتر، كانها بتحاوط إليثيا وبتضغط عليها في نفس الوقت. ولو ركزت في تصميم الانتاج هتلاحظ حاجه ملفته شويه، رغم ان المشاهد بتنتقل ما بين عصور وازمنه مختلفه الا ان كل مشهد بيحتفظ بنفس الطابع المسرحي، كانها استوديوهات موجوده في عقل الجن مش اماكن حقيقيه موجوده في الواقع. وده اسلوب بيخلي المتفرج واعي دايما ان هو بيسمع حدوته، وبيفكرك دايما ان دي حكايه بتتحكي. وعلى مستوى المونتاج فالفيلم بيتعامل مع الوقت باسلوب مرن جدا، فالكاتس ما بين الواقع والماضي مش معموله بشكل شارب، مش معموله بطريقه تضايقك او تشد انتباه. فبنلاقي قصه بتفتح قصه تانية ومشهد بيجيب مشهد تاني، وانت مش حاسس بالكت او حاسس بالترانزيشن اللي حصلت ما بين الواقع والخيال. وهنا بنلاقي شبه واضح ما بين اسلوب الفيلم في السرد واسلوب سرد الحكايات القديمه في العصور القديمه، او اللي بيسميها المؤلفين والكتاب بالبنيه الحلزونيه المتداخله. وطبعا اداء ادريس ألبا وتيلدا سوينتون لعبوا دور محوري في نجاح الفيلم ده. فألبا قدر يقدم شخصيه الجني باسلوب حساس جدا ومكسور جدا، جني عنده حكايات وعايز يحكي، عايز يتكلم، يعني حاله زي بقيه حال الرجاله المصريه، هو ما يموت ويتكلم بس ما انا تمام مفيش. فده مش ستيريوتايب الجني اللي احنا متعودين عليه في الحكايات، يعني مش مصباح وادعك المصباح يطلع بوم بوم بوم، انا في 3 امنيات، انا عايز فلوس وعايز رولز رويس. اما تيلدا فهي بتجسد شخصيه معقده شويه، بتجمع دايما ما بين البرود والدفء بنظرات بسيطه وبنبرات صوت محسوبه جدا، بتحس ان انت طول الوقت على وشك الانفجار العاطفي من اللي هي بتحاول تخبيه. إليثيا اللي المفروض متخصصه في تحليل الحكايات والاساطير، ايرونيكلي هي اكتر واحده بتهرب من ان هي تعيش قصتها. فهي شخصيه عمليه زياده عن اللزوم ومتحكمه في مشاعرها بشكل مبالغ فيه، وكانت مختاره ان هي تبقى وحيده ومكتفيه بنفسها علشان كانت شايفه ان العزله هي امن طريقه تحافظ بيها على نفسها من خيبه الامل وكثره القلب، وكانت مؤمنه ان الانسان لو عاش لوحده محدش يقدر يكسره. لكن الفيلم هنا بيورينا منظور نفسي اعمق لفكره إليثيا، بيقول لنا ان احنا كبني ادمين حتى لو لقينا في وحدتنا راحه
راحه وامان نفسي، فهو مجرد احساس مؤقت وانك ما تقدرش تكمل حياتك لوحدك من غير ما تنهار. ودي غالبا بتبقى تروما مر بيها الشخص بيخليه يستخدم الوحده كديفنس ميكانيزم. واليثيا مثال واضح لده، رغم ان هي كانت فاكره ان هي مكتفيه بذاتها، بس في الحقيقه هي من جواها بتنهار من الوحده. وكل مره كانت بتسمع فيها قصه من الجني، قشره الديفنس ميكانيزم دي كانت بتقع منها حته، والقشره دي انهارت تماما في اخر حكايه حكاها لها الجني لما شفنا كلوز اب على اليثيا وهي بتبلع رئه. وساعتها عرفنا ان هي ايقنت ان هي محتاجه نفس الحب اللي اداه الجني لزفير، ونفس الشوق اللي حس بيه الجني تجاه شيبا. لان في الحقيقه احنا كبشر مش مصممين ان احنا نعيش لوحدنا، احنا محتاجين حد يحس بينا ويسمعنا ويشاركنا حكاياتنا. وده اللي الفيلم بيوريه لنا من خلال رحله اليثيا، ان الحب مش ضعف، دي اكتر حاجه ممكن ترجع للانسان روح. وفي النهايه الفيلم كله بيرجع لفكره واحده بسيطه جدا، ان الحب والحكي والفضفضه مع الانسان اللي بتحبه هي اكتر طريقه فعاله لشفاء الارواح. وان القصص مش بس للترفيه، وانك لما بتحكي قصه من قصصك فانت بتحط فيها جزء من روحك ومشاعرك وتفكيرك، وبتحس بحريه كانك عند ثيرابيست ممدد على شيزلونج وبتفضفض معاه. والاخراج هنا بيحسسك ان الازازه اللي محبوس فيها الجني ما هي الا صوره رمزيه لروح كل واحد فينا كبشر. كل واحد مننا لسه شايل جواه حكايه لسه ما اتحكتش، وكل لما بنطول وما بنحكيش الحكايه دي الازازه بتضيق علينا اكتر واكتر. فالفيلم بكل بساطه بيقول لك لو عندك وجع طلعه، ولو عندك حكايه احكيها، ولو عندك قصه مأجلها افتح الازازه وخلي حكايتك تطلع للنور. ولو وصلت للاخر فغالبا انت عندك حكايه سايبها على الرف. فاكتبوا لنا في الكومنتس ايه الحكايه اللي نفسكم تحكوها بس دايما بتأجلوها، واستنونا الحلقه الجايه عشان نحسبها سوا.